قام السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بزيارة عمل إلى بلجيكا على رأس وفد أمني رفيع يضم مسؤولين ومدراء من مختلف المصالح التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين السلطات الأمنية المغربية ونظيرتها البلجيكية في مجالات الأمن والمخابرات، خاصة في مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وخلال الزيارة عقد السيد حموشي جلسات عمل مع إيريك سنوك المفوض العام للشرطة الفيدرالية البلجيكية، حيث تم تناول القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تهديدات الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة التي تنشط في العديد من مناطق العالم، بما في ذلك منطقة الساحل والصحراء، الشرق الأوسط وأوروبا. وتم التطرق إلى أساليب مواجهة هذه التهديدات عبر تعزيز التعاون الأمني بين البلدين في مجالات مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، غسيل الأموال، وتنسيق الجهود بين متابعة الأشخاص المطلوبين دوليا. كما تم الاتفاق على خطة عمل مشتركة للفترة بين 2025 و2026 تهدف إلى تكثيف التعاون في مكافحة هذه الأنشطة الإجرامية وتعزيز تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والبلجيكية. كما تم تناول سبل تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين من خلال تبادل الزيارات والمعلومات وتطوير الآليات المشتركة للتعاون بما يضمن مواجهة التهديدات بشكل فعال وناجع. تجسد هذه الزيارة المتانة الكبيرة للعلاقات الأمنية بين المملكة المغربية ودولة بلجيكا، وتؤكد دور المغرب البارز في تعزيز الأمن الدولي، كما تعكس المصداقية التي تحظى بها الأجهزة الأمنية المغربية لدى شركائها الأوروبيين في مواجهة التحديات الأمنية العالمية.